الشهيد عمره ما اختار الموت. الشهيد اختار يمنح الحياة لغيره، اختار الحياة لشعبه ولوطنه. من 48 وقت ما البنادق كانت أضعف كان الإيمان أقوى. وقتها وقف الجندي المصري عشان يحمي هوية الوطن. وفي 56 عرف العالم إن مصر ممكن تقصف لكن مستحيل تنكسر. 67 كانت لحظة ألم، لكن حتى في أصعب الأوقات حافظ الشهيد على كرامة الوطن. وجه زمن الصبر. حرب الاستنزاف كانت كل يوم معركة اختار فيها كل جندي اللي يكون فدا للوطن. وفي 73 أبطالنا عبروا التاريخ وكتبوا بدمهم معنى النصر. الشهيد باقي في الأرض اللي حماها والعلم اللي رفعوا عليها. وفي سينا المعركة ما بتنتهيش. الخطر اتبدل، لكن الجندي المصري ما زال ثابت. عمره ما حارب عشان يتذكر اسمه، لا، الأرض هي اللي كانت بتناديه. تكريم الشهيد مش إننا نفتكره وبس، لكن بالوفاء لأهله اللي سابهم من بعده. عملنا صندوق للشهداء والمصابين. احنا من أول سنة 48 شهداء 48 ومصابي 48، شهداء 56 ومصابي 56، شهداء 67 ومصابي 67. حرب الاستنزاف حتى من المدنيين اللي كانوا بيشاركوا في أعمال بناء حائط الصواريخ أو المنشآت اللي خاصة بالقوات المسلحة في الوقت دوت، ثم حرب 73، ثم حتى الحروب الأخرى لغاية شهدائنا اللي سقطوا في مواجهة الإرهاب. كل شهدائنا وأسرهم في القلب عندنا، في قلبنا. تحية لكل شهيد ومصاب. دعمنا هيفضل مستمر لأسرهم، ولكل شهيد حياة ما بتنتهيش.